ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا في المطبخ. بصوا بقى، الفيديو ده انا لا مرتبه له ولا مجهزه له ولا محضره له. انا لقيتني داخله المطبخ هعمل حاجه انا بحب اعملها جدا، اكله انا بحبها قوي. فقلت صوري، والله ان طلعت حلوه هننزلها لهم، ما طلعتش حلوه وشكلها مش حلو مش منزلاها. السبب ان انا اصلا يعني انا لا شيف بروفيشنال ولا طباخه يعني، ولا هو ده المحتوى، ولكن من باب التغيير ومن باب ان الناس تبقى يعني ايه تلقت نظره عليا وانا ست بيت. فقبل اي حاجه اللي هيلاقيني بعمل غلطه في الاكل، بعمل حاجه مختلفه عن اللي هو بيعملها وعلق لي واداني اي كومنتس، هو حر. الاول تعالوا يعني ارحب بكم في مطبخي المتواضع جدا. ده المطبخ زي ما هو على وضعه. انا لقيت مفيش مواعين فقلت حلو نصور، لو كان في مواعين ما كنتش مصور. بص يعني مطبخ بسيط مصري اصيل، تلاجة ملزوق عليها كل طلبات البيت وحاجات اسيل، اعلانات اسيل في المدرسه. الصواني طبعا اللي فوق التلاجة معروفه، احنا اتربينا عليها وهتفضل موجوده، صواني فوق التلاجة عادي. ده باقي المطبخ. المطبخ له اكستنشن قطعه تانية كده، حاطين فيها الترابيزه وانا عندي شغل النهارده، شغاله من البيت النهارده وده البريك، اقوم اعمل الغدا في البريك كده. النهارده هنعمل ايه بقى سوا؟ بصوا، انا الاكلات السيف جدا الامنه جدا بالنسبه لي هنا في امريكا، وحتى لما بدخل اي مطعم، اكلات السمك، السلمون بالذات. واللي في امريكا هنا هيبقوا عارفين ان مفيش هنا اسماك بحريه من اللي هي بتاعتنا اللي متعودين عليها، اصل هيجيبوا البحار منين يعني؟ فالاسماك بتاعتهم غريبه شويه، فانا مش بستطعم كل الاسماك بصراحه، ولكن الحمد لله الحمد لله بحب السلمون جدا. والحمد لله برضو ولادي بياكلوه ما شاء الله عليهم. الحاجه الوحيده اللي كلنا متفقين عليها هي اكله السلمون. فانا النهارده قررت ان هنعمل سلمون. عايزه اقول لكم حاجه بس انا ما كنتش عارفاها، بس عرفتها بقى مع الوقت. انا كنت فاهمه ان السلمون بالعربي فهو سلمون بالانجليزي، ان هو السبيلنج بتاعه سلمون، فانا كنت فاهمه ان هو سلمون بالعربي سلمون بالانجليزي. لا سلمون بالعربي سالمون بالانجليزي، يعني السلمون بالعربي اسمه بالانجليزي سامن. اللي ما بتتنطقش دي، بس معلومه في السريع كده قلت اقولها لكم عشان انا نفسي ما كنتش اعرف. المهم تعالوا بقى نبدا. انا عايزه احطكم عشان تشوفوا انا بعمل ايه. انا بتعامل مع السلمون على انه صينيه بطاطس. هقول لكم انا بعملها ازاي، الطريقه اللي انا بعملها. اولا اي اكله سمك في البيت، انا انصح اي واحده ست يعني اي اكله سمك في البيت هتعمليها صواني في الفرن او حاجه، جيبي الصواني الحراري دي واستخدميها وريحي دماغك يا ست الكل من غسيل المواعين. انا يعني حرام اصل سمك وصواني وفي الفرن، فتنظيف الحاجات دي بتبقى صعبه قوي. فانا جايبه كوليكشن يعني حاجات زي كده للاكلات السمك اللي هي ناكل ونعمل براحتنا اللي احنا عايزينه وما اغسلش مواعين. فهي بالنسبه لي اكله سهله جدا، لان صينيه السلمون جنبها شويه رز شويه سلطه طحينه، يا سلام. زي ما قلت لكم كده، انا بتعامل مع السلمون على انه صينيه بطاطس، احط كل الخضار اللي انا عايزه احطه. انا مجهزه الخضار هنا، بطاطستين، طماطمتين. عايزه اقول لكم الطماطم بتعمل فرق، فلفلايه واي فلفل الوان. ما بكترش من التوم، لان انا جوزي صراحه بيتعب من التوم ما بيستحملوش، فهم فاصلين بالكتير، واحنا بنحرقه عشان انا بحبه حراق. نقطعه سوا يلا. بصوا انا قبل ما ابدا تقطيع الخضار بنرش رشه زيت زيتون كده في الصينيه كده، رشه خفيفه بس كده. قطعت البطاطس، اي حاجه تقطعي حطي بقى، ومفيش ترتيب، وعايزه تحطيه وتقطعيه حطيه وقطعيه. البصل طبعا يعني البصل ده بيحل اي حاجه في اي حاجه. بيعمل السمك بطريقه تانية، يقول لي برضو بتعملوه ازاي. وعلى فكره يا جماعه انا اصلا عن نفسي بحب خضار كتير، بحس انه الخضار اصلا يستوي في الفرن مع اي نوع من انواع اللحوم اختراع. يعني لحمه، كفته، في ناس بتعمل صوابع الكفته دي في الفرن كده وتصبحها وتحطها في الفرن، تحط تحتها برضو بطاطس وبصل كده. اي خضار يستوي تحت اي نوع من انواع اللحوم بيبقى في الفرن كده طعمه حلو جدا، وطبعا حاجه هيلسي وايه مفيش منها مشاكل ولا في منها يعني قلق يعني.
فانا بحب بصراحه الطماطم مع السمك، لان بحس انها بتديله بتدي الخضار طعم كده انه يعني مطبوخ، وبيبقى تندر كده وطري، ولا بحس ان الطماطم بتحلي طعمها. زي ما قلت لكم انا بحط خضار كتير، لان دي بتبقى فرصه كويسه ان ولادي ياكلوا حاجه بيحبوها بالخضار. زي ما انتم شايفين انا هوريكم الشكل في الاخر. في من الصعوبات اللي كانت بتواجهني في الاول اول ما جيت هنا تغيير طعم الاكل، ان الاكل ما كانش طعمه هو نفسه بالنسبه لي. معرفش انا اللي كنت كده ولا هو ده الطبيعي، يعني الناس كلها حست بده. كانت طعم اللحمه مختلفه بالنسبه لي، طعم الفراخ طبعا يعني فرق شاسع. متعودين ان احنا اكلنا دايما في مصر فريش وطازه، وحاجات كلها مش مجمدات. يعني ممكن نروح مثلا عند الجزار نقول له احنا عايزين لحمه، فناخد اللحمه فريش. عايزين فنروح السوق نجيب الفراخ فريش. في ناس بتربي يعني الحاجات دي اصلا في البيت عندها، فتبقى دايما الحاجات دي فريش كده. فانا معرفش اما جيت هنا بقيت مستغربه ان كل حاجه مجمدات، وكل حاجه متجمده، وكل حاجه في المتفرزنه كده. طب يا جماعه هنعيش هنقضيها كده يعني ولا ايه؟ فبصراحه قعدت فتره كتيره جدا على ما اتاقلمت على الموضوع ده واتعودت عليه. الحاجات بقى اللي كنت يعني دايما ببقى رايحه عليها هو السمك. فلما عيالي بداوا برضو هما كمان ياكلوه، حسيت انه لا الحمد لله يعني مش مشكله، على الاقل في سمك. انا بحب الاكل سبايسي شويه، فانا هحرق حبه. وعيالي طبعا عيالي بيعشقوا حراق اساسا. والثوم انا مش هكتر برضو توم، زي ما قلت لكم احمد بيتعب منه، فانا ما بكترش توم. انا بس بعمل يا دوبك حاجه صغنطوطه خالص كده بس. فانا بيه حطيت الثوم، الخلطه الجباره دي. هنعمل ايه بقى؟ هنحط شويه زيت زيتون كمان عليها كده. والتوابل اللي هستخدمها في الوصفه دي يعني طبعا غير الملح هنستخدم الكزبره، وعايزه شويه من الزعتر. فين الزعتر؟ اهو. والكينج برضو بتاع التوابل في الاكله دي الكمون. وبعدين حتى الخضار بيتبل عشان الخضار نفسه يبقى طعمه حلو، فانا هحط ده. الزعتر حلو جدا، والكزبره الناشفه رشه خفيفه برضو، والكمون. بس ونقلب. واحنا بنعمل الكلام ده نشغل الفرن عشان يسخن على ما نيجي نحط السلمون في الفرن. المهم احنا كده خلصنا خضارنا، حان وقت الفش. تعالوا بقى نشوف الفش، العامل الرئيسي في الوجبه بقى. في سلمون بيجي بيبقى له القشره بتاعته لسه موجوده، وفي سلمون بيجي من غير القشره بتاعته. انا بفضل من غير القشره، بيبقى اوريدي يعني مخلي كده. اشطفه شطفه سريعه كده، ننشفه بقى من الميه. نحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط رشه الكزبره الخفيفه بتاعتنا، ورشه الزعتر الخفيفه بتاعتنا برضو، واهم حاجه في الوصفه الكمون. مساج بقى. المفروض ان احنا بنتبل برضو الناحيه التانية. الطريقه اللي بقطعه بيها، بقطعه جزل صغيره كده ونرصصه. على قد بقى ما يفت معاكي. بس يترص. حطيهوش في الفرن كده، بغطيه بورق حراري او الالومنيوم فويل ده.
طب انا بغطيه ليه؟ انا بغطيه علشان خاطر الخضار اللي تحته يستوي، البطاطس بالذات والبصل. الفرن خلاص سخن، ندخل الفرن وبعمله على حوالي مثلا 45 دقيقة. تعالوا نقعد نريح كده على ما ايه يقرب يستوي. على فكره هخليكم تعملوا معايا السلطه الخضراء دلوقتي، عشان خاطر بس عايزه اوريكم القطاعه اللي انا جبتها من امازون. بتقطع لي الخضار وبتعمل لي السلطه بسرعه قوي، سهله قوي. انا زي ما قلت لكم انا شغاله النهارده من البيت، فدي من المزايا بتاع الشغل من البيت. على الاقل في البريك بتاعي، النص ساعه بريك بتاعي، اعرف اقف في المطبخ اعمل حاجه بسرعه كده. قعدت تقولوا دخلينا مطبخ دخلينا مطبخ، احنا دخلنا المطبخ مش عارفين نطلع منه. عاجبكم كده؟ حمزة وأسيل جم من المدرسة، تعالوا نشوفهم هما جايين. هلو، أهلا بالأمورة، الحمد لله على السلامة. انتي كمان. انتي كمان. الجو بره ايه؟ حلو. طب كويس. أخبار اليوم ايه يا سوسو؟ نايس. كان حلو؟ انت قولي أنا عاملة لك أكل ايه النهاردة؟ بيتزا؟ لا. باستا؟ لا. رز مع السمن. أيوة عاملة رز مع السمن. Yes, I guessed it right. تحبيه؟ Yes. طيب الحمد لله. انا السلطه الخضراء بتاعتي بحط برضو فيها كل الخضار، طماطم وخيار وجزر وفلفل وممكن بصل، كل حاجه. تعالوا بقى اوريكم القطاعه اللي انا بستخدمها، اللي كنت جايباها من امازون، طلعت جامده قوي. مش كل حاجه بجيبها بتطلع اونلاين يعني بتطلع مظبوطه، بس دي طلعت بصراحه موفقه. بصوا بقى، تاخد حته جزره، خد. ثانك يو. ثانك يو. يو ويلكم. الجزر وانتوا بتحطوه في القطاعه يبقى رقيقات خفيفه كده، عشان الجزر بالذات عايز تقطعيه حتت رقيقه شويه، وتجمدي بقى في الجزر. تخبطي خبطتين جامدين كده، تقطعي الخضار بقى بالسمك اللي انت عايزاه. بصوا هوريكم في الاخر الشكل. مجرد انك تقطعي الطماطم طرنشات كده وتحطي بصوا بقى، بقى طبق السلطه الجامد ده. نحط بقى شويه ليمون وشويه ملح. عارفين توابل السبع البهارات؟ جربوا تحطوا منها رشه بسيطه كده على السلطه. عارفين سلطه المشاوي هتديكوا حق ان انتوا بتاكلوا سلطه مشاوي، بتغير طعم السلطه جدا. انا نسيت احط اهم حاجه، الخضره. بصوا بقى، من الاختراعات الفاشله اللي جبتها، مقص الخضره، 3 مقصات في بعض كده. مش ان المفروض يعني بيقطع الخضره، هو شغال بس رخم. نسيت اقول لكم حاجه على تنظيف القطاعه دي بتتفك، ودي حاميه جدا، فما تتغسلش بايديكي ولا بفرشه المواعين ولا حاجه. دي بيبقى جاي معاها الفرشه بتاعتها دي، بتنعملي كده تحت الميه بتنزل كل اللي فيها ده. وبالنسبه لدي، الخضار اللي بيبقى اتحط جوه ده ومش راضي يطلع، بيبقى برضو جاي معاها دي، يا دوبك تعملي كده كل ده ينزل تحت الميه برضه. مهمين جدا، بيجوا معاها بيساعدوا في التنظيف جدا. انا الخضار شطفته وجهزته. عايزين نشوف بقى المقص ده هيشتغل ولا ايه. بنتعامل معاه ان احنا بنقص حاجه يعني، ماشي. هو جاي معاه برضو حاجه بتطلع الخضار من قلب السنان بتاعته دي. ادي اخرة الاختراعات اللي ملهاش لازمه. كان زماني عملتهم بالسكينه
ما خدوش مني حاجه، مش بطال، هو خد وقت بس. ال40 دقيقه عدوا، السلمون طلع. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ شايفين الحلاوه؟ اكلوا احلى سلمون. تحفه تحفه. في واحده جعانه قاعده مستنيه. يلا بس كده خلاص، ويبقى كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. عملنا اكله السمك واكله الرز وظبطنا الدنيا، وتبقوا جيتوا معايا المطبخ. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون كنت خفيفه على قلوبكم. واكتبوا لي في الكومنتس ها ايه اللي في الاكل ما عجبكوش. بس كده، اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.